بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من سبورتس بيزنس. أنا معاكم عبد الرحمن الشويخ، والنهاردة هنتكلم عن الأوضاع المالية والاقتصادية في نادي الزمالك. نادي الزمالك ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وهو العام الثالث على التوالي الذي يودع فيه الفريق البطولة من دور المجموعات. نادي الزمالك اقتصاديا يعاني من حالة من الانهيار التام. لا يوجد لديه أي خطط استثمارية أو اقتصادية أو تمويلية أو تسويقية أو أي خطط من أي نوع للمستقبل الحاضر. بالنسبة لنادي الزمالك أنه تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين برواتب عالية جدا تفوق قدراتهم الفنية، وما كانوا يحصلون عليه أكبر بمراحل كبيرة مما كانوا يحصلون عليه من أنديتهم السابقة. آه، سامسون أكينولا على سبيل المثال يعني انتقل لنادي الزمالك في صفقة لم يكن يتخيلها أحد، بقيم مالية تجاوزت 1.25 مليون دولار، وبراتب يتجاوز 600 ألف دولار، وبمستوى فني لا يؤهله للعب لأي نادي. يعني مستوى فني متواضع جدا. اللاعب لم يثبت حضوره ولا حتى يتواجد في ضمن قائمة ضمن اللاعبين الذين يشاركون كبدلاء. إبراهيم أنداي راتب يتجاوز 1 مليون دولار، قيمة كبيرة جدا للاعب ليس بالوضعية التي يستحقها. تعاقدات للاعبين برواتب عالية تنم عن عدم وجود أي خطط أو تفكير أو حتى نظرة لكيفية سداد هذه الرواتب. طيب، نادي الزمالك دخله إيه؟ بيدخل له إيه؟ نادي الزمالك متعاقد على بيع حقوق البث التلفزيوني مقابل 70 مليون جنيه سنويا. من الناحية التجارية، نادي الزمالك قام بعقد صفقة رعاية وحيدة فقط لا غير منذ بداية الموسم مع شركة النيل للاستثمار العقاري بقيمة 50 مليون جنيه، يعني 120 مليون جنيه. هذا هو الدخل. هناك بعض المحال التجارية وغيرها، ولكن في النهاية هي أرقام، فلا لا يمكن الاستعانة بها أو الاعتماد عليها لسداد متطلبات الفريق. بحسب آخر ميزانية صدرت عن النادي في 2021، في نهاية العام المالي 2021، كانت ميزانية كرة القدم في نادي الزمالك 464 مليون جنيه، وذلك في ظل ان النادي ما كانش بيعمل تعاقدات. 2022 انتظرنا الميزانية تطلع، ما حصلش جمعية عمومية، ما فيش ميزانية، ما نقدرش نقول النادي كان بيصرف كام او نلقي بارقام جزافية، ولكن ما كانش الارقام كبيرة لانه النادي كان ممنوع من القيد، فما عملش تعاقدات، فما كانتش الارقام كبيرة. ثم ما حدث في انتقالات الصيف جاء ليأكل الأخضر واليابس في النادي من حيث الأمور المالية. نادي الزمالك المفترض أنه كان يكون فيه خطط للمستقبل وليس تجريف للموارد. خطط للمستقبل إزاي؟ أنه تم بيع عدد كبير جدا من العضويات. كان من المفترض أن يتم خطط توسعية، إنشاء فرع أكتوبر
منذ قديم الأزل لم يتم إنشاء أي شيء فيه. كان من المفترض أنه يدر دخل جديد على النادي ويزيد موارده، إضافة للفرع الرئيسي الموجود في المهندسين. لا جديد يحدث في نادي الزمالك. النادي لا يمتلك إدارة للتسويق أو الاستثمار أو التعاقدات، كل شيء يتم بشكل فردي. الزمالك يتعاقد مع لاعبين برواتب جنونية بمستويات متدنية بدون أي خطط. لا يمكن أن تجد نادي في العالم يتعاقد مع 10 أو 8 أو 9 لاعبين لا يتألق منهم لاعب واحد. هذا حدث في نادي الزمالك هذا الموسم. كم كبير من التعاقدات لم يثبت لاعب واحد فيهم أنه يستحق اللعب لنادي الزمالك. وإن كان أحد يريد أن يقول مثلا محمد صبحي في الأصل هو لاعب نادي الزمالك وهو ليس صفقة جديدة، هو كان معارا وعاد للنادي. لكن باقي اللاعبين سواء دونجا، زناري، عمر جابر، غير سامسون، إبراهيم انداي، يوسف حسن، مصطفى شلبي، مستويات جميع اللاعبين مستويات لا تتناسب مع عمرو السيسي، مع ما تم ضخه من قيم مالية في عقود هؤلاء اللاعبين سواء بالشراء. مصطفى شلبي 25 مليون، عمرو السيسي 25 مليون، سامسون 1.2 مليون دولار، إبراهيم انداي 900 ألف دولار. أرقام خرافية تم دفعها في لاعبين. إبراهيم انداي راتبه يتجاوز المليون دولار، 1.1 مليون دولار. إذن الأمر في نادي الزمالك هو الآن في مرحلة الخطورة، لكن المستقبل يبدو أشد سوادا وخطورة في نادي الزمالك. الأوضاع المالية صعبة، توفير المرتبات ورواتب اللاعبين أصعب وأصعب. الزمالك دخل كبير وصل النادي في الصيف الماضي من خلال 4 مليون دولار بقية صفقة مصطفى محمد، بالإضافة إلى بعض الإعارات وبيع اللاعبين. على سبيل المثال مروان حمدي تم دفع حوالي 23 مليون جنيه في الصفقة الخاصة به، وبعض الإعارات لبعض اللاعبين. في النهاية إنه النادي كان المفروض يبقى عنده خطط أفضل من كده. كان من الأولى بالنادي إنه مدام كانت الخطة إن طارق حامد يمشي علشان هياخد مرتب كبير، وأبو جبل يمشي علشان هياخد مرتب كبير، وأشرف بن شرقي يمشي علشان ياخد مرتب كبير، إذا كانت هي الخطة كانت تقليص الرواتب بعد ما شاهدناه، فما كان من الأولى إنه على سبيل المثال أشرف بن شرقي الراتب الكبير اللي كان هيحصل عليه كام؟ 2.5 مليون دولار مثلا. طب ممكن تحسب العقد بتاع إبراهيم انداي أو العقد بتاع سامسون، هتلاقي إنه كان الأفضل إن أشرف بن شرقي يكمل حتى لو اتعرض، لأنه أشرف يعني الناس برضو في نقطة شوية مش بتوصلهم، وهي فكرة اللاعب بياخد كام نت صافي. ويعني أي عقد راتب بيقبضه اللاعب فيه 40% بتذهب منه للضرائب وللقيمة المضافة، ومش القيمة المضافة، هي الرسوم فرضها الدولة على اللاعبين بنسب بتصل ل10%. لو العقد
تجاوز 10 مليون جنيه، وبالتالي في 40% من المرتب بتطلع. لكن انت مهما تتكلم في ده، هل المستويات اللي احنا شايفينها والإنفاق اللي تم وهذا الكم الكبير من اللاعبين بهذه المستويات الصعبة، كان من الأولى تحافظ على لاعيبتك؟ في الصيف الماضي تحدثنا عن خطة، وإن في لاعبين صغار في السن وتجديد في الدماء وتوفير في النفقات، لكن ما حدث عكس ذلك. الوضع كارثي حاليا، وينبئ بما هو أصعب في ظل غياب المؤسسة سية داخل النادي، وغياب الإدارات، وعدم وجود خطط للمستقبل. فأعتقد أنه نادي الزمالك داخل في مرحلة صعبة، والصعوبة ستستمر ودائمة في نادي الزمالك. شكرا لكم. انتهت حلقتنا النهاردة من سبورتس بيزنس. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. تحياتي.